السلام عليكم يا حبايب قلبي، عاملين ايه؟ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. كل سنه وانتم طيبين. النهارده بقى نزلكم في بفيديو جميل جدا. عارفين فيديو ايه؟ النهارده هنعمله بقى اكله ايه. هي شتاء يعني، عشان احنا الجو برضه الايام دي ساقعه شويه، بس مش ساقعه قوي. بس احنا قلنا قبل ما الصيف يطلع، قلنا نعمل كوارع ممبار واحلى اكله وكرشه واكله كده من المصنع. ان شاء الله طبعوني فيها جميله وسهله. وما تنسوش في اللايك والشير وتفعلوا الجرس عشان يوصلك كل جديد من تيتا حبيبتي. بصوا حبايب قلبي هعمل له ايه. احلى كوارع. استنوا 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 استنوا. حبايب قلبي هنعمل الكوارع الجميله دي كده. بصوا اللوز ده هنعمله كده بطريقه جميله و... ونعمله بقى ممبار وتابعوني فيه. بصوا حبايب قلبي، بصوا الممبار بقى كده انا ببتدي اقلبه. بصوا بصوا، وقصقص اللي هو الجلد اللي هو الزياده دوت كده من الجناب. بصوا بقلبه ازاي. الميه كده بتجريه على طول للقلب، سهل جدا جدا يعني. وابتدي بقى، بصوا يا جماعه، بصوا احكه بايدي ازاي. احكه بظهر السكينه عشان طبعا ما اجرحوش، او برضو لو بالسكينه بس على خفيف يعني. بصوا حبايبي بروح زي القشطه. بصوا الجمال، ما خدش معايا اي حاجه والله، ثواني. وطبعا وفرت حق تنظيفه. ده دلوقتي التنظيف بقى الكيلو ب10 جنيه تنظيف، وانا بصراحه كنت جايبه كميه كبيره. بس انا والله، ما هو الراجل مرضاش اصلا وقال لي معرفش استني قد ايه، وانا ما حبيتش اقف في السوق، كنت جبت حاجتي. فرحت قلت لا، انا مش هياخد معايا ساعه يعني ساعه زمن، وبرضه اوريهم لاخواتي اللي ايه وحبايبي وكده اللي هم لسه مبتدئين. بصوا حبايبي بيتخرط ايه، بصوا بسرعه بظهر السكينه. طبعا انا بخرط يعني وانا فاهمه انا بعمل ايه يعني، عارفه. ممكن يكون من تحت لسه ما اتخرطش، بس انا بهو بجمعه مع بعض بعد كده، وبرضه بعد كده بمشي عليه بظهر السكينه تاني. بصوا حبايبي ما خدش الهوا، وهيروح والله زي القشطه. بصوا اهو، بصوا حبايبي بجمعهم اتنين اتنين مع بعض كده بكبشه، وارجع اعيد عليه تاني. ما بتلاقوش في حاجه خالص. وطبعا بقى دقيق وليمون وخل وملح، وتمرطي بقى كأنك بتغسلي غسيل كده، تمغي على قد ما تقدري. بصوا حبايبي، بصوا نضيف ازاي بسرعه. ما خدش حاجه خالص خالص. والله اسهل حاجه في الدنيا، يمكن اكتر من الكرنب الممبار في تنظيفه. يعني كرنب بتسلقيها وبتقطعيها نفس الوقت كده اهو. بصوا ما بياخدش وقت خالص. انا كنت جايبه 2 كيلو ونص، والحمد لله ما خدش وقت معايا خالص اهو. بصوا، طبعا بعد ما بعمله كده ببتدي اقلبه بقى. على فكره في ناس بتحشي تخلي البرسل من جوه وتخلي الرز جواه، بس بيبقى دسم قوي يعني. ما انا برضو مش محتاجه يعني الدسم ده لما يطلع في الشوربه بيبقى خف شويه. بس حبايبي بقلبه اهو. ده كده ايه، لسه هو بيتنضف، فكانت حته ما اتقلبتش مني. قلبتها برضو بكمل تنظيفها. بصوا اتعمل ازاي بسرعه اهو. ابتديت بقى مغري فيه اهو واشطفه كده. بصوا بقى بصبن اللي هي الحاجه اللي انا بعمل فيها الكرونه اللي بعمل فيها، وايدي والحنفيه والحاجات دي كلها، في سبيل ايه ما يبقاش مزفر ولا اي حاجه. كل ما يعني بغير المره المصفى مره الحاجه دي بصبنها، واصبن الحوض كده، وابتدي اغسله تاني بقى. ابتديت حطيت ملح اهو، حطيت ليمونه، تحطيها بقشرها كده في قلب الميه كده، بس انا طلعتها احطها تاني ان شاء الله. وهي معلقه ملح. ابص هنا بقى هغسله بملح واحطه بقى في الايه في المحلول اللي انا عملته كده. بقى بيخرج كل اللي هو الحاجات اللي جوه ديت، او ما خدش حاجه. وفرتي كام؟ 25 جنيه كانوا ساعتها هياخدوه في التنظيف. هو يومها مرضاش يعني، بس قلت مش مهم. زودت عليهم تاني مبلغ صغير، وزودت بقى الممبار، جبت بقى يعني 2 كيلو ونص بصراحة.
قلت تبقى اكله كده يومين كويسه. لا، كل اللي باكله من ايدي يقول لي بصراحه ريحته وطعمه فظيع. اه، حطيت بقى ملح تاني وانشله بقى واحطه فيها. وبرضه اما اقلبه اغسله برضه بحبه دقيق تاني وليمونه وشويه دقيق، واشطفه بقى احطه في مصفى، وابتدي بعد كده احشيه بقى. احنا يومها كنا عاملين ان شاء الله، اللي عملنا ايه، عملنا كوارع جميله جدا، وعملنا كرش. ابص بقى هبتدي اقلبه اهو. طبعا هو بيجري بسرعه بقى ليه؟ عشان هو اساسا خلاص كان مقلوب في الاول، فكده يبقى سهل عليكم خالص اهو. بص ما احبش بقى اقطعه وابتدي اقلب حته حته وكده، لا، بعد ما بقلبه وابتدي بقى احشيه واقصه كده على قد الحشو اللي انت عايزاه. ابصي هصبن دي تاني كده، وابتدي بقى اغسله بقى الحبه اللي انا قلت لكم عليهم على وشه، المكان اللي هو كده بقى مطرح البرص خلاص، اللي هو البرص اللي هو الدسم دوت، اللي هو الدهن اللي فيه ده، اللي احنا بنقصقص منه شويه عشان تعرفي تقلبيه. بس كانك بتغسلي غسيل ابيض كده، بصي. لا، ده مزاج بصراحه، عشق الممبار دوت. وبالله انا والشيف على كل اللي ياكله باذن الله. انتي بس تجربي طريقتي، وانتي ان شاء الله كده هتقولي من احسن الطريقه باذن الله. ما تستصعبيش اي حاجه، اتعلمي كل حاجه بايدك. يعني هو الراجل مرضاش، طب انا كنت هعمل بقى في ايه ساعتها؟ فلا، مش هحرم نفسي برضه، هبتدي اجيبه وانضفه. اهو بصوا راح ابيض ازاي اهو. لو كده خلصناه. بس حبايبي بقى كده بوريكم الكوارع، هبتدي انا ايه اسقطها، بس الميه تغلي شويه وتقلب. اهو حبايبي قلبي، بصوا الميه اهي. اهو بصوا سقطت كده الكوارع اهي، بصوا قشطه قشطه. برضو طبعا غسلتها برضو بالملح والدقيق والخل والليمون كذا مره. اهي ابتدي بس اسيبها كده شويه تطلع الريم بتاعها. بصوا حبايبي، حطيت كده ايه اللي هو اللي حبة زيت، وحطيت الطماطم يتسبكوا للمحشي. هنا بقى بخرط البصل دوت للكوارع. بقول لكم اهو، بص بحط ايه، حبهان وورق غور ومستكة وشوية فلفل اسود كده وشوية ملح وطماطمية كده، تقطعيها كده صغير فيها، تخلي برضو الشوربة جميلة خالص ومعسلة. طبعا لما بتسيبي الحلة عريانة تحت الشوربة وكده، بتساعد ان الريم بتاعها بيطلع بسرعة، عكس ما ممكن تغلي منك والريم يروح فيها. شوية كده بس انشل شوية الريم، كل ما تطلع ريم تشيليه، عشان ده بيزفر الحاجة وكده. لا، أكلة سهلة وبسيطة والله، اللي يشوفها يستصعبها، بس لا سهل. لا، ومتعة بقى وجميلة بصراحة. أو بص الممبار اهو، بقول لكم راح زي الفل. دي الكرشة بقى. أحب أعمل الأكلة دي كلها كده مع بعض، بتدي بصراحة يعني ما أحسن بقى ما هتعملي ايه جنب الممبار يعني. شوربة كوارع مش عارفة ايه مع حتتين ممبار مع حتتين كرشة، بيبقى يوم جميل بصراحة ولذيذ. وبالهنا والشفا على كل اللي أكل. وإن شاء الله تجربوها تبقى حلوة بإذن الله. أو كده بقى بحضر البصل اللي هو للممبار. لا، البصل اللي من دول بقى شدت حيله يعني، أسعار رهيبة بصراحة. 15 و12.
بخرط كده البصل اهو، بس ده بخرطه للكرش ان شاء الله. اللي هو المصل اللي بتاع المحشي ان شاء الله هضربه في الكبة. انا بقولكوا عشان ما تتوهوش مني بس. اهو بص بخرطه بسرعة ده كده للكرش. اهو بص بنشيل المية بتاعت الريم بتاع الكوارع. اي كل ما بتطلع كده شوية بشيلها. بصوا يا حبايب قلبي، انا كده دلوقتي ابتديت سقطت كده البصلة والملح والفلفل الاسود والورق الغار والحبهان والمستكة. وهم بصوا هوطي بقى كده على الشوربة بعد ما تغلي، بس الاول تغلي شوية وهسيبها بقى مع نفسها. اهو ابتديت بقى اللي انا احمر بصلة اهو للكرشة. خلاص كده انتوا بقى ان شاء الله باذن الله كده الحمد لله. يعني شفت الفيديو بتاع دار الهنا، ايه رايكم فيه بقى؟ انا متشكره على الكومنتات اللي قلتها لي وعلى اللايكات و... وبصراحه ده كان يوم لذيذ قوي وجميل، وكان والله من اسهل ما يمكن. عارفه يعني طول ما انتي ناويه خير بتلاقي خير باذن الله. والله كان من احسن اليوم اللي عملت فيه حلويات، ورحت كده واتبسطت وبقيت فرحانه جدا. فاتمنى برضو تزوروا ناس زي كده، والله بتفرق معاهم جامد قوي بصراحه. حبايب قلبي هم بص ابتديت احط الرز اهو والخلطة المحشي، وابتدي بقى انزل بالطماطم كلها. تحطي بقى شطة وتحطي ملح وتظبطي بقى حب الزيت، كل الحاجات دي اهي. بس انا بقى يعني بقلل البتاع عشان الصينية اتملت معايا بصراحة. وابتدي اقلبهم على بعض بعد ما اقلب شوية كده ابتدي اخلطهم تاني واقلبهم. ابص بقلبهم ازاي عشان كله ياخد من بعضه. طبعا انا ما عملتهاش ني في ني خالص، انا سبكت الطماطم بس بالزيت وقلبتها على الخضره وعلى البصل وعلى الملح وعلى الفلفل الاسود وعلى الرز، والحاجات دي بتدي طعم جدا. هبتدي احشي اهو. بس سهل ازاي في حشوه، من اسهل الحاجه اللي في الممبار ده. بس يا حبايب قلبي بس لا ولونه طعم تحفه بصراحه، وطلع جميل جدا والله. بس جميل جدا. انا عندي ساره بقى قالت لي حياتي على الجمال، والله محرمش وجميل. بس حبايبي ما بياخدش وقت خالص خالص خالص. عملتوا ايه بقى في رمضان ان شاء الله كده يعني؟ ربي يتقبل مننا ربنا بإذن الله كده ويعيدوا علينا بخير يا رب كده العيد ورمضان والعبادة والصلاة والاستغفار. الحمد لله على كل حال، يا رب يتقبل مننا كده جميعا يا رب. بصوا يا حبايبي اهو. بصوا يا حبايبي انا كده حطيت الكرش على البصلة، وابتدي احط لها حتة تومانية واسيبها على النار. طبعا البوتاجاز عشان الحلة كبيرة وواسعة استعملت بوتاجاز الكهرباء قصاد الأكل يعني وكده، قصاد البوتاجاز التاني. فالحمد لله ساعدني شوية. بص بشوف سخن ولا لأ اهو. طبعا عشان بقاله فترة مركون عندي، بس بصراحة برضو يعني شاغل معايا بصراحة الوقت يعني. هو كده بحط حلة الكرشة برضو جنبه، وابتدي بقى هنزل بعد كده اهو. بصوا ببص على البصلة دي، سارة عندي بتاع الحلة كده بتشوف السخونية مظبوطة ولا لأ. بصوا يا حبايبي بنزل بقى بالممبار اهو. بصي قطعته على قد ما انتي عايزة، تعمليه حلقات كده وترمي في المية على طول، هو هيبتدي يعني يتماسك مع المية وابتدي يديكي كده اسطوانات جميلة. بصي لون الشوربة، يعني انا المفروض بس انقص من المية شوية عشان هو كده. بس انا الحلة برضو على حلتين بقى الممبار ان شاء الله. اهو
كده حطيت شوية حمص كده برضو على الكرشة. لا بس البوتاجاز ده بصراحة جالي نجدة، بصراحة نفعني جدا، سهل عليا الموضوع اهو. حطيت كيس الطماطم وسبتهم مع نفسهم شوية. بص يا حبايبي، بحط شوية اللي حطيت حبة سمنة كده، وحطيت الرز بس كده اشوحه كده شوية. ابتدي احط له عيار الرز بس كده اهو، واسيبه بقى مع نفسه شوية عشان بقى انا خلصت اهو. كده حطيت الممبار اهو، بس قلبته ازاي. هبتدي برضو عملت حلة تانية جنبه عشان هما ما شاء الله كتار، يعني 2.5 كده. ما تنسوش بقى اللايك والشير، سرحتوا ليه. وقرن فلفل احمر كده يظبط المسائل شوية ويدينا الطعم الجميل، مع حتة تومة نية كده. هتبص تلاقي الايه احلى كرشة تعمليه. يعني شوية مية كده بس عشان ما تنشفش، وبس بقى مع نفسها، هي كمان بتنزل ميتها وبتستوي ان شاء الله. ده فلفل اللي انا برميه فيها، كل ما بلاقي حتة فلفل بحطها بصراحة، عشان بحب الحامي جدا. بس مش هربط الكوارع اهو. دلوقتي عملت شوية خل كده وتوم، واول ما حمروا شوية نزلت بشوية شوربة كده، وعملت اللي هي الايه الشكلمة. الشكل اللي هي شوربة الدقة يعني. بس هبتدي بقى احمر الممبار بقى. بصي، لا طالع جميل بصراحة وطري وحلو. اهم حاجة متجبسيش الممبار يعني في الرز كتير، تخليه مهوي كده عشان الرز تديله ايه السوا بتاعه، في سبيل برضو ما يبقاش مكبوس يعني. كل ما بتطلعي برضو الممبار على مناديل وكده بيشلك نسبة الدهون شوية من الزيت. ما تنسوش تجربوا بقى اكل تيتا، ماشي يا نصارى؟ ما تنسوش بقى تجربوا اكل تيتا، لان سامعين قسما سارة؟ بالله الاكله دي، اي نعم اي نعم، ان احنا في الاخر طلعناها كنا واكلينها قسما بالله، علشان الوقت كان اتاخر والميعاد الفطار كان جه واكلناها نيه، بس كانت تحفه برضه. ان هي الكرشة بس انا صح. ما خدتش بالي اصلا. ما خدتيش سامعين سارة؟ اكلتها وانا ده مش لا لا واخده لا بالي. لا، بس الممبار ايه كان ني. لا ما لا كانش ني تحفة. قوي، لا قصدي الممبار، لا كان تحفه ده. لا الممبار كان تحفة، ده بصوا تحميره كان كان فظيع. لا لا لا، هو باين اهو كمان. الكرشه هي اللي كانت. الكرشة بصراحة تاني يوم كملت سواها. هما اللي قالوا لي خلي هما بالكم. كمان اكلوا محسوش اللي هي كانت بتشد سنة. لا بس بصراحة طلعت جميلة، وتاني يوم كانت روعة. ده انا كمان جات لي ناس تاني يوم اكلوا من الاكل دوت على صوم، هما ما فاتهم اليوم الاولاني. بصراحة فضلت خيركم كده. انا كنت عاملة 2 فراجي ممبار، يعني جوز، وطبعا كبار جدا وانتوا عارفين سعرهم دلوقتي. بالهنا والشفا على اللي كلهم. كنت عاملة 2.5 ممبار، بس من احلى الممبار اللي اتعمل بصراحة بقى. طب اعذرونا بقى، كنتش موجودة عشان اصور. اه بصوا بقى، جيت اهو على الترابيزة اهو، بصوا المنظر والجمال بقى، بصوا لوجي. لوجين عايزة تاكل قبلينا اصلا. اه بس اقول لها اصبري شوية اصبري شوية. طبعا انا كده الحمد لله حطيت الكرشه وحمرت الممبار وحطينا الكوارع. احنا بصراحه عملنا طبق فته واحد عشان كلنا عايزين ناكله كرش. ما بحبش اعمل فته وارميها، وطبعا انتوا عارفين الرز غالي والحاجات دي. حبايب قلبي، ما تنسوش اللايك والشير وفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. بصوا حبايب قلبي، ابتديت اهو اهو. بصوا بصوا لوجي، ابتديت اهي. بصوا بقول لها اقول لكم اعملوا بابايل لحبايبي. بشوفكم على خير. ما تنسوش اللايك والشير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.